بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. في البداية كل التحية والتقدير لحضراتكم. يمكن رجعنا للنشاط شوية الفترة اللي فاتت. استقرينا في القاهرة من مدة يعني. فبنرجع تاني مع البرامج اللي هي بتفيد الناس اللي طالبين سواء داخل مصر أو خارج. النهاردة هنستكمل حلقات الريفيو اللي كنا عملناها. بدأنا بيها بتويوتا كرولا ولانسر شارك وإيبيزا وكتير من العربيات، الحقيقة مش متذكرة. النهارده هناخد معانا عربية من العربيات اللي حققت انتشار جيد جدا في مصر، محافظة على إعادة بيع جيد، منتشرة جدا. يعني العربية دي انتشرت جدا بصراحة، ورغم إن الموديل اللي بعديها نزل اللي هو ال N17، إلا إن ما زال المستخدم المصري بيفضل الشكل القديم. هنحكي قصة العربية دي نيسان صاني N16 موديل 2011 اي اكس صالون. اللي يهم طبعا المتلقي فيه كلام كتير، بيبقى كلام علمي اللي هي هورس باور والكلام ده هنقوله برضو، بس اللي بيهم الناس او المستمعين عندنا يعني اصدقائي، العربيه دي كويسه ولا وحشه. احنا هنقول كويسه ولا وحشه، وهناخد جزء فيها. العربيه اللي معانا دي ال N16 2011. هحكي قصه صاحبها كان معايا في حدود 140,000. كان التارجت بتاعه لانسر بوما 2007 2008 او هيونداي الانترا اتش دي. الكلام ده كان قبل التعويم بتاع 22/3، يعني قبل يومين تقريبا اللي انا بقوله ده. فالراجل اخد كذا عربيه يجري ورا البوما ويجري ورا الاتش دي، ما لقاش عربيه حالتها سليمه خالص. طب يشوف ايه نضيف تاني في الفلوس على قد الفلوس اللي معايا؟ نصحناه يشوف النيسان صني. النيسان صني دي كانت معايا انا تحديدا، كانت موديل 2009، اشتريتها من الزيرو، بعتها سنه 2014. فالتقرير ده انا بقوله عن تجربه. العربيه دي 1600 سي سي، بتدي 118 هورس باور، 4 سلندر، 2 كاما. يمكن 2 كاما دي اللي هي الناس بتقول عليها ان هي بتاكل بنزين. هي بتاكل بنزين فعلا. يعني اللي فيها ميزه هنقولها واللي فيها عيب هنقول. الموتور بتاعها احنا برضو هنفتح الكبوت ونتفرج عليه. الموتور زي ما قلت 1600 سي سي، 118 هورس باور. موتور جيد جدا، ما سجلش خالص قبل كده اخطاء شائعه. كلمه اخطاء شائعه سواء على الفتيس او الموتور يعني ايه؟ يعني مثلا الكروز نزلت بفتيس الناس اشتكت منه. عربيات بتنزل في نتشه في الفتيس الدراي، الفتيس الست سرعات، الحاجات دي. يعني احنا ما سمعناش عن نيسان صني ال N16 او الشكل القديم ان في اخطاء شائعه سواء في الفتيس او في الموتور. احنا هنستعرضها بقى جزء وهنتكلم. احكي طب القصه اكملها. فالراجل راح شاف العربيه دي متوسط سعرها كان في الفتره برضو اللي انا بقول قبل يوم 22/3 كانت بتبدا من 125,000 لغايه 140,000. 140,000 دي الحاله الشاذه، ممكن كانت توصل 145,000، حاله شاذه جدا يعني. فهو اخدها، اتصل. العربيه دي كانت ملك اول بتاعت اخت دكتوره فاضله. الدواخل بتاعتها كانت فابريكا طبعا، فحص وشاف كل حاجه. الرخصه ملك اول كان فيها رخصه سنه ونص. زي ما احنا شايفين حاله العربيه العامه، هو رشه بره الدواخل سليمه، ورشه بره دي لان ده عيب برضو كويس ان احنا بنتكلم. الطلاق بتاع النيسان صاني زيه زي عربيات كتير جدا بتكلح. فدي اخت دكتوره، يعني هي برضو لنا الكلام اللي احنا بنحارب فيه بقالنا كتير يعني. فهي خلت السقف فابريكا زي ما هو، ورشت البيع عربيه اتكلحت. فالمفروض احنا نمشي كده يعني. فالمهم هو اخدها على 139,000 جنيه، ربنا يبارك له فيها. واحنا هنستعرضها مع بعض. نفتح الاول الكبوت ونشوف الكبوت ونتكلم عنه شويه. ناخد فكره كده عن الموتور، نتفرج عليه. الموتور بيريح اي صنايعي بيشتغل فيه. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، الحوض بتاع العربيه واسع، ما فيهوش اي تعقيدات من جوه. فدي من المزايا برضو ان في عربيات الناس بتشتريها والميكانيكيه او الصناعيه ما بيحبوش يشتغلوا فيها. عربيات كتير جدا لا داعي لذكر اسمها يعني. فدي المساحه بتاعته كويسه. انا زي ما قلت هو 4 سلندر. العربيه زي ما قلت 1600 سي سي، بتدي 118 حصان على 6000 لفه. ما سجلش اعطال قبل كده. الموتور ما شاء الله الله اكبر، يعني اداؤه جيد جدا، نجح جدا في مصر يعني. ده من ناحيه الموتور ومن ناحيه الفتيس. عشان ما نطولش على حضراتكم، نخش بقى في الصالون ونتفرج ونتكلم كلمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم مرة تانية. ده الصالون بتاع العربية النيسان صاني اللي احنا راكبينها دي، نيسان صاني N16 الشكل القديم، موديل 2011 اي اكس صالون. زي ما احنا شايفين ما شاء الله، اللي هي المقعدين الاماميين اللي هو السواق واللي جنبه عنده مساحة كبيرة ان هو يتحرك فيها.
ده برضو هنقول ليه، لان لما هنيجي نشوف الكنبه اللي ورا الناس اشتكت ان الكنبه اللي ورا ضيقه شويه. وفعلا يعني دي حقيقه احنا ما نقدرش ننكرها. انا لما كانت معايا اللي هي 2009 كانت برضو، رغم ان كان اولادي صغيرين في وقتها، لكن كانت بتبقى ضيقه شويه عليهم. في حاجه، ده الفتيس اللي احنا اتكلمنا عليه، الفتيس اوتوماتيك. ما سجلش اعطال قبل كده، حالته كويسه يعني ما حدش اشتكى منه في مصر يعني. عندنا برضو عيب المساحه اللي هي ما بين الكاسيت وما بين فتحات التكييف والمفاتيح بتاعت التكييف ضيقه، فما بتتيحش فرصه ان حد يركب اللي هي الشاشه العريضه. ده من ضمن الحاجات برضو اللي هي العيوب اللي كانت في الصالون. لكن في المجمل العربيه يعني برضو يعني بحب لما نيجي نقيم عربيه بنقيمها على قد سعرها. يعني انا بدفع مثلا زي ما قلت برضو الكلام ده قبل التعويم، من 120 ل 140 الف. فدي عربيه يعني في المرحله اللي احنا فيها مع ارتفاع اسعار العربيات مش غاليه، وفي نفس الوقت العربيه مزاياها اكتر من عيوبها يعني. التكييف بتاعها، عشان برضو احنا قاعدين جوه الصالون، ما شاء الله التكييف بتاعها معدل اداؤه جيد جدا جدا. يعني انا كنت بسافر بيها والتكييف شغال، التكييف ما بيعملش اوفرلود على الموتور خالص يعني الموتور. احنا بس عندنا قصة في العربية دي هنقولها واحنا بنختم الفيديو. نشوف بس اللي هي الكنبة الخلفية. دي الكنبة الخلفية بتاعتها. زي ما احنا قلنا ان الناس قالت ان هي بتبقى ضيقة شوية، ده انا مرجع كرسي عشان كنت اتيح فرصة للتصوير الصالون بكفاءة يعني. الكاسيت كينوود اللي هو بتنزل بيه، سماعات ممتازة للشباب اللي راكبها شاب على فكرة. ده الصالون بتاعها صالون عصري الحقيقة وكويس يعني. السوبر صالون بيتميز عنه بقى اللي هي الموديل الفئة الأعلى، إن بيبقى الصالون أبانوس وفي شوية أوبشنز جوه فيه. من الحاجات برضو كويسة في العربية الشكل اللي هو بتاعها من المؤخرة بتاعتها يعني. العربية شكلها من ورا بيبقى شكلها جميل ومتميز. هي عملية أذواق يعني. أنا من الناس اللي بحب الشكل القديم اللي هو ال N16. شكلها كان كلاسيك، عربية حلوة يعني، ومساحتها كبيرة وعربية تملى العين. نخش بقى نشوف الشنطة بتاعتها، ودي من ضمن مزاياها. الشنطة بتاعتها ما شاء الله الله أكبر يعني. يمكن الناس عارفة إن أنا معايا لانسر شارك. أنا من ضمن العيوب اللي عندي في الشارك الشنطة ضيقة، لكن دي الشنطة بتاعتها كبيرة. يمكن أخدت جزء شوية من الصالون من ورا زي ما احنا كنا بنتكلم واحنا جوه العربية، لكن هي شنطتها كبيرة. ناخد بقى شوية من ضمن الحاجات اللي هي بيتقال عليها. احنا دايما بنقول الحاجات السلبية قبل الإيجابية. عندنا العربية الناس اشتكت ان هي بتحك في المطبات. العربية دي حقيقة فعلا عربية وزنها تقيل يعني، بتعمل من 1110 ل 1400 كيلو، فمع الجنط 15، فوزنها تقيل على العربية. فهي لما بتيجي في المطبات ده حاجة فيها يعني، ودي ما نقدرش ننكرها. هي فعلا العفشة بتاعتها مع الاستخدام الكبير بتبتدي تحك شوية، ولذلك بتبقى في فولو اب، متابعة دورية بالنسبة للعفشه بتاعتها. الحاجه التانية هي بتاكل بنزين. عربيه استهلاكها في البنزين عالي نسبيا لانها 2 كامه. مقابل كده العربيه فيها ثبات على سرعات عاليه. انت لما انا كنت بسافر بيها باخد المنحنيات اللي هي عند قبل ابو زنين في شرم، كنت باخد المنحنيات دي على 140 كيلو، فما شاء الله ثابته جدا في المنحنيات. عربيه حلوه يعني. فده القصة بتاعت العربية بتاعت النهاردة، وبإذن الله نستكمل الفقرات اللي هي بتاعت الريفيوهات اللي بنعملها للعربيات من وقت للتاني. ترشحوا لنا بس انتوا عايزين نعمل ريفيو على عربية ايه. انا بفضل يعني احنا بنبدأ بالعربيات اللي هي بتطلب في السوق علشان نقول للناس عربية حلوة ولا وحشة، زي اللانسر بوما، زي الاتش دي، زي دي احنا عملنا لها ريفيوهات قبل كده يعني. فبنكمل السلسلة دي. فلو في عربية معينة حضراتكم عايزيننا نعمل عليها ريفيوهات في الفترة المقبلة، يا ريت تقولوا لنا في التعليقات. شكرا جزيلا لمتابعتكم، ونتقابل على خير بإذن الله تعالى في جولات قادمة. سلام عليكم.